السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهناك رؤى قد تأتي وفيها دلالة على موت الرائي، ما أن البعض من المعبرين ينتقد بقية المعبرين الذين يعبرون بالموت. هذه رؤيا في زمان الإمام ابن سيرين. جاءت إليه امرأة قالت: رأيت رؤيا. قال لها: دعيني أكمل طعامي. وعندما انتهى من طعامه قالت: لقد رأيت في المنام أن القمر دخل في الثريا، وسمعت صوتا يقول لي: اذهبي واخبري الإمام ابن سيرين بهذه الرؤيا. انتهت الرؤيا. قال الإمام ابن سيرين: ماذا تقول هذه المرأة؟ إن صدقت الرؤيا فسوف أموت بعد 7 أيام. وبعد 7 أيام مات الإمام ابن سيرين. هذا ذكر في كتاب القواعد الحسنى للسدحان. تعليقي على الرؤيا الذي عبرها ابن سيرين أن ابن سيرين استدل على تعبيره بقرب أجله من دخول القمر في الثريا. وكيف علم ابن سيرين أن هذه الرؤيا خاصة فيه؟ قول المرأة: سمعت صوتا يقول: اذهبي إلى الإمام ابن سيرين، فهذه دلالة على أن الرؤيا خاصة بالإمام ابن سيرين، مع أن في زمان الإمام ابن سيرين كان هناك معبرون كثر. وقول المرأة أن القمر دخل في الثريا، فالإمام ابن سيرين عالم في زمانه، والقمر يرمز إلى عالم. دخوله في الثريا أي في الثرى، في التراب.